الآن يوم الجمعة تاريخ 3/7/2026. حضر معنا المخرج الكبير أستاذ حمد المتولي وأستاذ الدكتورة فاطمة الشعراوي إلى مقر شركة جرافتي للأبحاث والدراسات المتطورة. حبينا أن نعمل تجربة حية وتوثيق من قبل من جهة رسمية في الإعلام. شركة جرافتي للأبحاث والدراسات المتطورة لديها اختراع انتي بكتيريا الذي هو ضد البكتيريا، ويقوم بحفظ الأطعمة بشكل عام لمدة 17 يوم بدون أي تبريد يحتاجه. وهذه نعمل الآن التجربة حية في هذا اليوم يوم الجمعة. صب المادة لهنا، صب المادة لهنا. الآن تجربة حية مع سعادة الدكتور مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة والمخترع الكبير رفعت همام بدير، مخترعين هذه المادة التي تعتبر الوحيدة على مستوى العالم. وأنتم هذه صب المادة طبيعيا، هذه مادة أنتي بكتيريا، خلاص أنتي بكتيريا من شركة جرافيتي للأبحاث والدراسات المتطورة. وهذه الآن كرتونة فاضية ودهانها طبعا مادة طبيعية بنسبة 100%، مفيش أي أثر كيميائي على الأطعمة والخضار والفاكهة، طبعا بالتحاليل والتجارب يعني. طبعا الآن هذا اليوم الجمعة، وبعد إن شاء الله 15 إلى 17 يوم يتم العمل على نفس الكرتونة، ونبغاكم تصلحون علامة الكرتونة عشان يكون موثق. دكتورة طبعا عشان أعطنا القلم عشان تعمل لها توقيع ولا شيء على الكرتونة عشان يكون موثق. شوف لنا نفس الكرتون ما يتغير خلال الأيام هذه، ونحطها في درجة توقيع على كل ثمرة في درجة حرارة تكون 45 درجة على حسب درجة الجو في القاهرة. في الشمس طبعا نحطها الآن المادة في الشمس. وهذا المخترع الكبير فضل الله فضله، هذه الاختراعات الكبيرة هو اللي قام فيها المخترع رفعت همام ربنا يحفظه، من أحد الاختراع طبعا 117 اختراع في كافة المجالات، ومن ضمنها هذه الاختراع المتميز والنادر على مستوى العالم. هذه الآن تم إضافة المادة أنتي بكتيريا إلى الكرتونة، هي حافظ على بس تنشف دقائق. وإن شاء الله هذه الدكتورة الشعراوي تقوم بالتوثيق هذا الكرتون يعني مع هنحط شوية تفاح وشوية نوع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور الآن على السطح على البلكونة. هذا الآن نحطه لمدة 17 يوم. اعمل الآن الكرتون الثاني مادة بدون ما تغطيه عشان برضه تشوف. افتح اعمل بهذا. ايه خرج الكفاكهة منه. حط تفاح وحط عادي. على هو عادي. الآن مادة على جزء بدون قطع. ما يتأثر بيه شوي. الآن هذا جزء بدون قطع. بدون قطع. نفس النتيجة. البكتيريا ما تأثر فيه وهو معرض لأشعة الشمس بدون قطع، كأن الفاكهة موجودة في المزرعة.
ده اللي بجيبه هذا حلو، أيوه حلو. وده اللي مش مرشوش. مش مرشوش هذا. عشان تشوف الفرق انت تخرب دي وكم تجسد يعني تجربة واقعية. ان شاء الله.